المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، معكم فيها قاسم محمود. البدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. فخامة الرئيس أفورقي يجري مقابلة عن الأوضاع المحلية. اختتام الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية. سباق السيارات والدراجات النارية على شرف الاحتفال بعملية فنقل. انتهاء محادثات طرفي النزاع في ليبيا دون توصيل اتفاق. جندي يقتل 29 شخصا خلال إطلاق نار عشوائي في تايلاند. والعاصفة سيارة تضرب غرب أوروبا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قدم الرئيس أفورقي توضيحا مسهبا في الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع وسائل الإعلام المحلية اليوم 9 من فبراير، والتي ركزت في الأوضاع المحلية. وتطرق الرئيس أفورقي في المقابلة التي بثت عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية والفضائية الإريترية لأوضاع الرواتب والمساكن والاستثمار وغيرها من القضايا الآنية. وحول تحسين رواتب عمال الحكومة قال إن عمال الحكومة يعيشون منذ التحرير برواتب اسمية، ولأنه لا يجب الاستمرار بهذا، فإن التحسين يجري في الرواتب على مراحل منذ عام 2018 مع صدور العملة الجديدة، وسيتم التحسين حتى عام 2021 للذين لم تحسن رواتبهم، ودفع متأخرات التحسين بأثر رجعي، ولأن ذلك لا يقارن مع الأسعار الحالية للمواد الاستهلاكية. لذا فإن تقوية الاقتصاد الوطني على مراحل تعتبر مهمة مرحلية، ويجب على المواطنين تطوير فهم عميق لإنجاح ذلك والتطور بالعمل. وفيما يتعلق بمشكلة بيوت السكن، أوضح الرئيس السياسي أفورقي أن المساكن تسير بالتكامل مع المواد الأساسية الأخرى، وقد أجريت التجارب لحلها بالقدرات المحلية والشركات الخارجية. وأشار إلى البرامج التي كانت لبناء ونشر المساكن في مختلف المدن، ووجود دراسة لمعرفة برامج البدء في أعمال البناء التي لم تكتمل. وقال فخامة الرئيس السياسي أفورقي: علينا تهيئة كوادر ذو مقدرات عالية تتمتع بالكفاءة المهنية وتوفير شبكات البنى التحتية والطاقة والمياه من أجل خلق بيئة صلبة للاستثمار، وكذلك التعرف على الإيجابيات فيما يتعلق بالصناعات لإتاحة فرص الاستثمار لكل المواطنين وكذلك الأجانب. وأوضح بأن تجديد مباني مينائي مصوع وعصب والشروع في صناعة الثروة البحرية وبناء طرق تربط فيما بين الشواطئ البحرية وتوسيع طريق عصب دبايسيما إثيوبيا ومصوع نفاسيد كمحرية سرحاز الأنبسا، وكذلك أسمر من دفر أكساد عقة وأسمر منصورة غردات أم حجر السودان، وزيادة الطاقة في عصب بنسبة 30 ميجاوات و20 ميجاوات في مصوع و10 ميجاوات في أسمر، إضافة إلى مولدات الطاقة الكهربائية وإنشاء بنى تحتية لمياه الشرب الصالحة وغيرها من المشاريع التنموية. أوضح بأن كل هذه البرامج تنفذ ابتداء من منتصف 2020 وحتى 2021 بالقدرات المحلية والتعاون الإقليمي، ولتفعيل ذلك يتطلب توفير القدرات البشرية ومواد خام وآليات ثقيلة وتأمين القدرات العملية. تم الاحتفال مساء 8 من فبراير بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية بحضور فخامة الرئيس أفورقي تحت شعار فنقل للتنمية. وألقى حاكم إقليم شمال البحر الأحمر العميد تخلى لبسو كلمة أوضح فيها أن بروز احتفالاتنا الوطنية من حين لآخر ليس من أجل الاحتفال فقط، بل هو فصل نجدد فيه تعهداتنا ونقيم من خلاله أعمالنا وما يتبقى منا تنفيذه. وقال إن حفظ وتمتين السلام الذي أرسي بالصمود والتصدي القويين يتيح فرص كبيرة لنقل رسالة مفادها توجيه جل تركيزنا على التنمية الوطنية. من جهتها قالت رئيسة لجنة الاحتفالات السيدة زينب عمر أن الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية في آفاق السلام من جهة، ومن جهة أخرى في الوقت الذي تؤتي فيه أنشطتنا التنموية ثمارها
يعزز ويعطي مكانة مهمة للمناسبة، موجهة شكر هذه الجهات التي عملت بوفاء الإنجاح وعكس المناسبة الكبيرة. هذا وحفلت المناسبة ببرامج تعكس البطولات الإعجازية وتنبؤ بالمهام المستقبلية المشرقة. استضاف مواطنو مدينة مصوع اليوم 9 من فبراير ضيوفهم الكرام بإقامة صنادق أهلية على شرف الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية. وذكرت وكالة الأنباء الإريترية إرينا نقلا عن آراء سكان مدينة مصوع بأن عملية فنقل هي جزء من البطولات الإردية الإعجازية التي أعلنت نهاية المستعمر وبشرت بالاستقلال، وقالوا إن المناخ المستقر الذي تعيشه أو الذي نعيشه نتاج الاستشهاد الذي دافعه شهداؤنا الأبرار، مما ميز ذلك احتفال هذا العام ومنحه معنى خاصا. وقال المواطنون إن الشعب الأبي الذي دحر العدو بعملية فنقل لا شك أنه سيبني وطنه برها وبحرها بجهوده الحثيثة، مؤكدين جاهزتهم لإنجاح كافة البرامج الإعمارية التي شهدتها مدينة مصوع. هذا وحفلت فعاليات الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية المنتزمة في الفترة من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري بمختلف البرامج. شهدت حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر مدينة مصوع في الفترة من 7 وحتى 9 من فبراير برامج ثقافية وفنية ورياضية بمناسبة الذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية، حيث شهدت صباح اليوم الأحد سباق السيارات والدراجات النارية. لمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميل عبد الله محمد علي. شهدت مدينة مصوع صبيحة الأحد 9 من فبراير إقامة سباق للسيارات والدراجات النارية على شرف الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية الذي ينظم للمرة 20 على التوالي. السباق الذي جذب انتباه المشاهدين بالتنظيم الجيد شارك فيه 61 متسابقا في السيارات و15 في الدراجات النارية ضمن 3 مجموعات. وفاز في سباق 1000 قوة حصان للناشئين المبتدئين ميرون تولد مدهن بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني موائل كيروس تلاه يوئيل أرآيا ثالثا، فيما نال المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة الثانية للمتمرسين 1000 قوة حصان كل من تدرغ السيوم وأمير إمام وعود ولدو على التوالي. وفي سباق 1300 قوة حصان وحتى 1400 قوة حصان جاء في المراكز الثلاثة الأولى كل من مولغيتا هايلي وجيدوين جرماي وموسيو ناغاش على الترتيب. أما في سباق 1600 قوة حصان للمبتدئين ذهب المركز الأول ليوناتان مبرهتو مخلفا كل من أبيل مسجنا وتدرس نايزجي في المركزين الثاني والثالث تباعا. وفي سباق 1600 قوة حصان من المتسابقين المخضرمين أحرز حابن جويتوم المركز الأول متبوعا بتعجس برهاني في الوصافة ورابيل معاشو بالمركز الثالث. بينما في السباق الأخير لقوة حصان 1800 احتل المراكز الثلاثة الأولى كل من يوهانس في السهية وسيوم تهية وبين سمعون تباعا، في حين حاز على لقب سباق 2000 قوة حصان توربو حاز على المركز الأول نجوسي هبت متفوقا على جلاي قبر أملاخ الثاني. كما فاز في سباق قوة حصان مماثل دون توربو السائق ملكياس رؤسهم. وفي سباق الدراجات النارية قوة 125 نال المركزين الأول والثاني كل من نبيل خيار وهبتم قبر مسكال. وفي سباق قوة 600 وحتى 1200 حاز على المركز الأول المتسابق أنس نصر الدين. وشكر الاتحاد العام لسباق السيارات والدراجات النارية الجهة المنظمة للسباق مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة إقليم شمال البحر الأحمر وشركاء من ليبيا للوقود وأويل وتوتال، وكذلك المتسابقين لما قاموا به من دور عالي لإنجاح هذا السباق. قدمت قطع أراضي الملكية الخاصة التسالي 124 مواطن بينهم 40 امرأة في قلعة بعتيات بمديرية ميعيني. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد عثمان في المناسبة أن التوزيع كان في الأماكن المخططة للمواطنين الموفين لكافة الإجراءات المطلوبة، وسيتم توزيع الأراضي مستقبلا للمواطنين المتبقيين. ودعا مسؤول مكتب الأراضي والمياه والبيئة في المديرية السيد رسام جبر هواريات مدراء الضواحي اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنقيح الوثائق المقدمة لطالبي الأراضي ودعم في الاعتبار كثرتها، مشيرا إلى تقديم قطع الأراضي السنة الماضية في قرى عدي بري وعد وسعرة وزعرة. ويقطن قلعة بعلتيت أكثر من 2200 مواطن، وهي من القرى الكبيرة في مديرية ميعيني.
مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم وافيكم بالأنباء السيد العالمي، فابقوا معنا. أهلا بكم مع الأنباء العالمية. قالت مصادر إعلامية مطلعة في جنيف إن مباحثات جنيف حول النزاع في ليبيا انتهت من دون التوصل إلى اتفاق أو توقيع بيان ختامي، لكن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أكد أن الأطراف الليبية اتفقت خلال المباحثات على الاستمرار في الهدنة المعلنة في 12 من الشهر الماضي، ومسائل أساسية مثل السيادة وحماية الحدود والامتناع عن رهن القرار الليبي لأي قوى خارجية، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وإخراج المتواجدين منهم ومحاربة الإرهاب. وقالت الأمم المتحدة أن طرفي الحرب في ليبيا سيستأنفان محادثاتهما هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار فيما يتعلق بقتالهما من أجل السيطرة على العاصمة طرابلس، وذلك بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق خلال جولة أولى من المحادثات بينهما في جنيف. واستضافت الأمم المتحدة محادثات غير مباشرة بين 5 عسكريين من قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، و5 عسكريين من قوات الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس. قال مسؤول في تايلاند أن جنديا أطلق النار بشكل عشوائي وقتل 29 شخصا على الأقل، وأصاب 57 في 4 مواقع في دخول مدينة تاخون راشاسيما بشمال شرق البلاد قبل أن تعطله الشرطة. وسقط معظم الضحايا في مركز تيرمينال 21 التجاري، حيث صمد المهاجم أمام حصار قوات الأمن له بالاستعانة ببندقة وذخيرة سرقها من قاعدته العسكرية. وذكرت الشرطة أن مطلق النار يبلغ من العمر 32 عاما، ونشر رسائل مكتوبة على موقع فيسبوك أثناء الهجوم قبل أن يقوم الموقع بإغلاق حسابه. وفر مئات المتسوقين من المركز التجاري في مجموعات زحفا لتفادي الرصاص، ونفذت الشرطة والجيش عدة عمليات إنقاذ خلال مواجهة استمرت أكثر من 12 ساعة. تضرب العاصفة سيارة شمال غرب أوروبا خصوصا بريطانيا وسط خشية من وقوع أضرار وفيضانات وانقطاع للكهرباء، وألقيت تحسبا لذلك رحلات جوية وبحرية بين فرنسا وإنجلترا، وأجلت مباريات في 3 بلدان. وأعلن في فرنسا نسبة برتقالي في 53 مقاطعة في شمال البلاد الأكثر عرضة لخطر العاصفة، ودعا السكان لتجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار. أما في بريطانيا البلد الأكثر تضررا من هذه العاصفة، فقد اضطرب النقل الجوي والبحري وعبر المطار نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي بلغت سرعتها 130 كم في الساعة. وقالت الهيئة إن توقع تعرض السكان الأضرار بينها انقطاع ممكن للكهرباء وفيضانات، وحذرت من خطر المخلفات التي تحملها الرياح. وجرح 3 أشخاص في مدينة بريث الإسكندنارية نتيجة انهيار جزء من سقف. وفي ألمانيا ألغت مطارات فرانكفورت وميونخ وكولونيا وهانوفر رحلات. الخبر الأخير في هذه النشرة: بعد ما فرقتهما معركة ستالينغراند العنيدة خلال الحرب العالمية الثانية، أعيد لم شمل شقيقتان روسيتان لأول مرة منذ 78 عاما. وعملت روزاليا خاريتونوفا في مصنع لتصنيع الدبابات تعرض لقصف ألماني عام 1942، فظن شقيقتها بوليا وباقي أفراد عائلتها أنها قتلت تحت أنقاض المصنع. ولكن ما حدث كان أن روزاليا وغيرها من عمال المصنع تعرضوا للإجلاء قبل قصفه، وتم ترحيلهم في عبارة بنهر فولغا ومنها إلى مدينة سارانوف المجاورة، بينما تم ترحيل الأخت يوليا وبقية العائلة إلى وسط آسيا السوفيتية.
الشقيقتان عثرا على بعضهما البعض عبر جهود ابنتيهما في البحث بعدة مواقع على الإنترنت وبمساعدة الشرطة في تحديد عنوان سكن يوليا الحالي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.